صباح الفل، يلا بينا هنروح مدينة جميلة جدا في إيطاليا. انا دلوقتي عملت تشيك اوت من الفندق وسلمتهم المفتاح وقال لي شكرا باي باي، ولا حد طلع شيك على الغرفة ولا اي حاجة. معنى كده ان هم عندهم ثقة في العملاء. اقول لروما باي باي عشان طالعين فلورنس دلوقتي، رايحين على محطة القطر. جميلة روما الصراحة، متحف مفتوح. دي بقى محطة القطر الرئيسية في روما، تحس ان انت في المطار، محلات، مطاعم، مولات، براندات عالمية، كل حاجة موجودة هنا. المحطة كبيرة جدا ونضيفة جدا ومنظمة بشكل غير طبيعي، وفي شاشات عشان تسهل على الناس اللي هم يعرفوا مواعيد القطارات بتاعتهم والكلام ده كله. نشرب كده واحد قهوة على السريع عشان نفوق شوية. سعر تذكرة القطر لمدينة فلورنس 39 يورو ذهاب فقط. القطر اللي أنا حاجز فيه أهو وصل. زي ما انتوا شايفين القطر كده كأنك راكب طيارة بالظبط، كراسي مريحة، ترابيزة تشحن التليفون بتاعك، انترنت بيمشي 295 كيلو في الساعة. وانت بتحجز اي قطر في ايطاليا اتأكد ان الكرسي بتاعك جنب الشباك، لان هتشوف مناظر من الاخر. قطر من الاخر، طيارة مش اكتر، وانضف من الطيارة كمان. المناظر الطبيعية اللي بتشوفها وانت ماشي بالقطر مفيش بعد كده، فهي تجربة جميلة جدا ان انت بتسافر بقطر مريح وبتتفرج على مناظر طبيعية مريحة جدا للأعصاب، بتعيشك كده في المود المناسب اللي انت محتاجه. وصلت فلورنس. المدينة بقى هنا ما اقولكوش حاجة جامدة جدا، من المدن اللي انا بحبها جدا في ايطاليا. وصلت الفندق اللي انا حاجزه، زي ما انتم شايفين الغرفة نضيفة جدا والإطلالة بتاعتها جميلة، وهنشوف الإطلالة دلوقتي. سعر الليلة هنا 75 يورو، الفندق في السنتر. عايز اوريكم حاجة بس، ده الفيو من الفندق عندي، تمام؟ دي هنا مسلة مصرية بتاعتنا، هم محافظين على الآثار أكتر مننا. المسلة دي لو موجودة في الشارع عندنا كده هتتشالت. شوارع مدينة فلورنس متعة للمشي، وزي ما انتم شايفين كده الكافيهات الستايل الإيطالي الجميل. ندخل نشرب واحد اسبريسو عشان نكمل يومنا ونكتشف المدينة مع بعض. مدينة فلورنس هي مدينة الفن والجمال، واللي بناها يوليوس قيصر عام 59 قبل الميلاد. في كل متر في المدينة هتلاقي أعمال فنية بحتة، ده غير إن هي مدينة برضو لمحبي الشوبينج، لأن فيها كل البراندات العالمية. أنا شايف اللي 3 أيام كافية جدا على مدينة فلورنس للناس اللي بتحب الفن والموسيقى والتحف والمتاحف. هتلاقوا نفسكم في المدينة دي، مدينة كده بتحسسك بأجواء مش هتحسها في أي مدينة تانية في إيطاليا. أنا شايف إن في المدينة هنا مش محتاج أي مواصلات خالص، لأن كل الأماكن السياحية جنب بعض، وكل ما بتتمشى كل ما بتكتشف حاجات أكتر في المدينة. من الحاجات برضو اللي أنا لاحظتها في المدينة هنا، أهل البلد لما بتخلص شغل الساعة 6 أو 7 تقريبا المحلات بتقفل وكده، بينزلوا يسهروا على الكافيهات وفي المطاعم وفي البارات، يعني مش بيقضوا باقي اليوم في البيت. الناس دي طباعها كده. I don't think that anybody
found in